ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تبقوا كويسين وبخير ان شاء الله. النهارده حلقه جديده من حلقاتنا في انا والمشاعر. بطل حكايتي النهارده رجل بيقول لي انا متجوز عن قصه حب، مراتي اهم حاجه عندي وهي اهم شخص في حياتي وبحبها جدا، بس مع الاسف من فتره علاقتي بزميله في الشغل اتطورت شويه، ومش هنكر ان انا اتعلقت بيها. وطبعا لما مراتي عرفت الموضوع دوت قلبت الدنيا وطلبت الطلاق وسابت لي البيت. بس الحمد لله انا نهيت العلاقه ديت تماما ورجعت مراتي البيت تاني، واعتذرت لها وتاسفت لها وقلت لها ان ديت غلطه وعمرها ما هتتكرر تاني. المشكله ان هي بقت تمسك الموبايل طبعا وبتفتش فيه، انا عذرها وبقول معلش غصب عنها. بس هي اكتشفت ان انا لسه سايب رقم الزميله ده موجود على الموبايل، فهي صممت ان انا لازم ادي لزميلتي ديت بلوك الاول وبعد كده اشيل رقمها تماما من على الموبايل. وبتقول انتوا زمايل في نفس المكان بس مش في نفس مفيش ما بينكم شغل مشترك، فانت مش محتاج ان يبقى في رقم ليها عندك وان انت بتتلكك. وصممت ان انا لازم ادي بلوك واشيل الرقم. انا شايفه ان هو طلب مش منطقي، وشايف ان انا لو عايزه اعمل حاجه انا هعملها، وانا ممكن اريحك وادي بلوك واشيل الرقم، بس برضه اعمل كل اللي انا عايزه. انا متضايق جدا وحاسس ان الموضوع كده بدا يخش في خنقه ومش عارف اعمل معاها ايه. طيب، خلينا كده نفصل كلمه كلمه من اللي قلتها ونفصص الحكايه زي ما بيقولوا. اول حاجه، رد فعلك دوت بالنسبه لي في رسالتين وفكره. تعالى كده اقول لك الاول ايه الرسالتين وبعد كده اقول لك الفكره. اول رساله انت بتوصلها لمراتك، سواء كنت قاصد او مش قاصد. احب اقول لك ان اي ست في مكانها باختلاف تفكيرها وباختلاف ظروفكم الاجتماعيه والمستوى الاجتماعي وباختلاف تفاصيل الحكايه، هتلاقي ان جوزها لسه محتفظ برقم الست زميله او مش زميله، ده مش هيفرق معاها، بالذات ان انت بتقول ان مفيش شغل مشترك ما بينكم. هتلاقيه لسه محتفظ برقم ست كان على علاقه عاطفيه بيها. ده مش هيترجم بالنسبه لها غير ان انا مش مهمه بالنسبه لك، ان انت مش مهتم بمشاعري ومش فارق معاك حاجه وبتعمل اللي انت عايزه بغض النظر ان فعلك دوت هيأذيني او مش هيأذيني. اي ست مش هتفهم الموضوع غير كده، بالذات ان بالنسبه لها ده طلب منطقي وبسيط جدا. دي واحده انت ضعفت قدامها، فازاي عايزني اتقبل فكره ان لسه رقمها عندك؟ هي بقى مش هتقعد تفكر ان انا ممكن اعمل اللي انا عايزه من غير ما اقول لك ان المفروض ان انتوا بتبنوا الثقه ما بينكم تاني، والمفروض ان انت قلت لها دي غلطه وعدت. فهي شايفه ان دي ترضيه بسيطه جدا بالنسبه لها، مش محتاجه اصلا انها تطلبها. ديت اول رساله انت بتوصلها لمراتك. تعال اقول لك بقى تاني رساله. حضرتك بتقول ان انت خلاص نهيت الموضوع والست دي انت شلتها تماما من تفكيرك، وانا طبعا مصدقاك. بس هل انت واثق ان الجانب التاني الست ديت شالتك من تفكيرها؟ يعني انت واثق ان انت خلاص اتشلت من حساباتها؟ واثق ان هي مش هتحاول تجس النبض كده في اي وقت من الاوقات، او ان هي تنكشك كده وتشوف يا ترى الانسان دوت هيبقى رد فعله ايه؟ فانا الجانب التاني اللي انا كنت على علاقه بواحد ونهى العلاقه ديت علشان خاطر مراته، انا ممكن اكون لسه حاطاه في تفكيري، فوالله ابعت مسج كده على الواتساب، انكش اي نكشه كده، ادي رنه كده اشوف الدنيا هيبقى فيها ايه. فلما الاقي والله ان انا ايه ده انا ما اتخدت ما ادانيش بلوك وان انا مرحب بيا، واغلب الظن هي لما هتبعت لك رساله حضرتك هترد عليها عشان انتوا زمايل في نفس المكان، ده انا كده مرحب بيا، يبقى والله ده هو بس مضغوط من الست الشريره اللي معاه في البيت ديت، لكن ان شاء الله في امل ان احنا ممكن نرجع تاني. فانت بتوصل رساله سلبيه جدا لمراتك ورساله ايجابيه جدا للست التانيه اللي انت المفروض شلتها من حساباتك وخلاص نهيت علاقتك معاها. تعال اقول لك بقى ايه المحرك الاساسي اللي بيخليك تدي رد الفعل ده، وايه الفكره اللي مسيطره عليك وعشان كده انت بتتصرف بالطريقه دي. انت بتقول لنفسك انا راجل قوي، انا راجل جامد، انا خلاص غلطه وعدت، وانا لو عاوز اعمل حاجه انا هعملها، لكن انا خلاص اتعلمت من الخطا ده وعمري ما هعمل كده تاني. مش واخد بالك ان سبحان الله اي ست لو حطت في دماغها اي راجل، صدقني صدقني المعركه محسومه لصالح الست. مش عشان حضرتك راجل ضعيف لا قدر الله او اي حاجه، بس لا، هو سبحان الله هي الست عندها القدره ان هي تعرف مفاتيح الراجل اللي قدامها وتخش له كويس جدا. ثم دي ست انت ضعفت قدامها قبل كده، يبقى ليه تسيب الباب متوارب؟ ليه تسمح لرياح وعواصف واعاصير انها تخش حياتك تاني وما انتش ضامن المره الجايه لا قدر الله لو ضعفت وانت مش قاصد برضه رد الفعل هيكون فيه ايه، ومراتك هتسامحك وترجع بيتك تاني ولا لا؟
فانا وضحت لك الرسائل اللي انت بتوصلها، ووضحت لك الفكره اللي مسيطره عليك، ويا رب اكون ساعدتك، واشوفكم في حلقه جايه ان شاء الله.